قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. بس كده كفايه، صوتي وحش. المهم اكيد كده فهمت عزيزي الاوتاكو انا النهارده هتكلم عن ايه، ولان المعروف لا يعرف فانا هتكلم عن سبيستون. سبيستون يا عزيزي الاوتاكو هي الاصل والباقي تلاميذ في الفصل. يعني قناه سبيستون دي هي اعظم قناه اتعملت للاطفال في الوطن العربي، وجه بعديها بقى كل حاجه زي ام بي سي 3 ونيكولوديان وغيرها كتير. وبما اننا قناه بتتكلم عن الانمي فاكيد يا عزيزي الاوتاكو انت عارف ان سبيستون كانت بتستخدم الانمي وبتعمل له فلتره، يعني كانت بتدبلجه وتغير فيه حاجات وتعمل له مقدمه وخاتمه وكل حاجه. فهل بما ان سبيستون كانت بتغير في الانمي بعد ما تشتري حقوقه، هل ده معناه اننا اتضحك علينا ولا لا؟ فشد الحزام عزيزي الاوتاكو وتعالى نشوف سوا، ونبدا كده مع بعض عزيزي الاوتاكو مع انمي مفيش حد ما سمعش عنه، وهو انمي ون بيس. سبيستون غيرت فيه شويه حاجات، زي انها قللت مشاهد الدم فيه، وكمان غيرت في بعض الشخصيات اللي في الانمي، زي مثلا شخصيه سانجي في الانمي كان دايما بيشرب سجاير، خليته حاطط في بقه مصاصه بدل السيجاره. يا عيني عليك يا سانجي، اودا وسبيستون والناس كلها جايه عليك. طبعا ده غير انه كان بيريل في الانمي لما كان بيشوف اي تيه مربوطه معديه. لكن سبيستون طبعا كانت بتحذف المشاهد دي. وطبعا في شخصيه مش محتاج انها اتكلم عليها، شخصيه محترمه جدا وبتلبس لبس محتشم على طول، وبتلبس كانها مش لابسه. المهم عزيزي الاوتاكو كانوا بيلونوا ويغيروا في لبسها خالص. نيجي بقى للي بيكتشف الغامض والمثير واللي بيستنتج بالعقل الكثير. اكيد انا مش محتاج اقول انا بتكلم عن مين عزيزي الاوتاكو. سبيستون غيرت في انمي المحقق كونان ان اولا سينشي والبنت اللي كان معاه اللي اسمها ران كانوا بيقولوا انها خطيبته، وده غير صحيح لان ران في الانمي كانت حبيبه سينشي. وبرضه لبس المدرسه كان اوقات بيبقى قصير، فكانت سبيستون بتلونه وتخليه بنطلون. سبيستون برضه ما بتهزرش. وبرضه عزيزي الاوتاكو في اخر كل حلقه لكونان في سبيستون كان لما المجرم يكتشف في الاخر كانوا بيدبلجوا الكلام اللي كان بيقوله انه كان بيعترف بغلطته وبيندم عليها، وده مش حقيقي خالص في الانمي. نيجي بقى عزيزي الاوتاكو للانمي التالت معانا، وهو اكتر انمي انا مش فاهم ليه هي سبيستون غيرت فيه فكره القصه كلها. المهم من غير رغي، الانمي ده هو انا واختي، واسمه الحقيقي هو امي في الصف الرابع. ايوه زي ما سمعتني كده، يعني الطفله اللي كانت في الانمي دي رجعت بالزمن للوقت اللي كانت فيه مامتها في الصف الرابع، وعاشوا مع بعض لغايه لما البنت دي اكتشفت طريقه ازاي ترجع بيها البنت للزمن بتاعها. في سبيستون بقى قالوا ان البنت دي جايه من الفضاء ومعاها جهاز بتقدر تتواصل بيه مع ابوها وامها، واعتبرتها البنت دي اختها لغايه لما رجعتها لاهلها. نيجي برضو لحاجه من المعروف الذي لا يعرف عزيزي الاوتاكو، وهو انمي القناص، واللي كان فيه رئيس عصابه جن ريودن معتبرينه شخصين واخوات كمان. ودي بصراحه معرفش ليه هم عملوا كده، بس برضه شالوا كتير من المشاهد الدمويه اللي كانت في الانمي. نخش بقى عزيزي الاوتاكو على الانمي اللي كان اصعب بالنسبه لي على سبيستون ان هي تغير فيه، وهو انمي ينبوع الاحلام. ممكن ما يكونش فيه ناس كتير عارفاه، بس ده فعلا كان من اكتر الحاجات اللي كانت صعبه على سبيستون ان هي تغيرها، وده لان اساسا الانمي ده تصنيفه اتشي. واللي ما يعرفش ايه هو تصنيف الاتش ده، هقولك ان اتشي مترجمه بالعربي بمعنى كلمه انحراف، يعني كان بيبقى فيه مشاهد زائد 18، وطبعا المشاهد دي ما كانتش تنفع للاطفال. علشان كده عزيزي الاوتاكو كان صعب ان هم يغيروا فيه، لانهم لما كانوا بييجوا يغيروا مشهد كانوا بيلاقوا مشهد تاني بيبظ منهم. ومع ذلك سبيستون صمموا انهم يشتغلوا عليه وحولوا المسلسل لمسلسل كوميدي وينفع لكل الناس تتفرج عليه. كم انت عظيمه يا سبيستون. وهنا بقى عزيزي الاوتاكو نرجع للسؤال اللي سالته في الاول، هل سبيستون ضحكت علينا؟ بالرغم ان كان في مشاهد كتير ممكن نكون احنا ما نعرفش هي ليه سبيستون غيرتها، بس الاجابه طبعا لا، لانه هنلاقي ان التغييرات دي كلها كانت لصالحنا واحنا اطفال. التغييرات دي هي اللي خلتنا شباب المستقبل. لما تشيل مشهد دموي علشان ما نتعلمش العنف، لما تشيل مشاهد زائد 18 علشان ده كان بيبقى في صالحنا وفي صالح اخلاقنا. يعني سبيستون كانت قناه امنه انها تخلي الاباء والامهات يسيبوا اطفالهم يتفرجوا عليها من غير ما يقلقوا من اي اذى نفسي ممكن يجي للطفل. القناه دي عزيزي الاوتاكو كانت بتجيب لنا الانمي متظبط ومترستق لغايه عندنا. عزيزي الاوتاكو انا بحب القناه دي جدا لانها علمتني يعني ايه شجاعه وحب الوطن والصداقه والامومه والاخلاص والصدق والتسامح وحاجات كتير قوي. وفي اخر الفيديو ده حابب اقول بجد شكرا سبيستون.